عليكم ومرحبا بكم في سكري اسالي باي روز بيجو. في هذه الحلقه هذه صوبت هاد لي كيك صغيورين تيجيو مزيونين في الذوق وحليلين في الديكور، ساهلين في التحضير، ما كيطلبوا شي بزاف ديال المقادير. خليكم مع المقادير ومراحل التحضير. غنحتاجو في المقادير 175 غرام ديال الزبده، 175 غرام ديال السكر كلاصي، و 175 غرام ديال الطحين، 10 غرام ديال المايزينا، كيس ديال الخميرات الحلوه، نص كاس ديال العصير ديال التشين. بحال هاد الكيسان هادو دايره كاس د القياس، ولكن راه كيهز بحالو بحال الكاس ديال العنبه، نعبروه باش بغينا. معلقه كبيره ديال القشور ديال التشين بشورين، وثلاثه د البيضات، 3 قاد الملحه ولا فاني. في لو بول دو بيتران درت السكر والزبده، غاديرهم يطربوا مزيان حتى يرجع الخليط كريمي، يرجع كوم اون كريم. بعد ما تخلط الخليط مزيان غنزيد ليلو دابا البيض. No. يس Damn. غنزيد البيض، غنزيد لافاني حتى هي واحد نص معلقه صغيره، والمعلقه كبيره ديال القشور ديال التشين والعصير ديال التشين. هادشي كله غادي نخلطو مزيان. صافي والخليط دابا تخلط مزيان. غادي نكمل بيدي. هو هذا غادي نزيد له الطحين اللي خلطت معاه المايزينا والخميرات الحلوه. غادي نزيد، ضروري نزيدو مغلبن. غنزيد الطحين ونخلط. الخليط النهائي هو هذا. حاولوا ما نخلطوش الطحين بزاف، غير ما يبقاش كيبان. صافي نوقفوا على التخلاط. وجده دي مول صغيورين بحال هادو، رشيتهم بلوندوي انتي كولون باش ما يلصقليش لو كيك. تقدروا ندهنوهم بالزبده ورشوهم بالطحين، المهم لو كيك ما يلصقش. دابا غادي نخوي فيهم لو كيك القياس والسلام. دابا غادي ندخلهم الفران يطيبوا على درجه حراره متوسطه، يتحمروا ونعاودوا نطلقاو. درت حتى هذا الشكيل هذا، الخليط اللي بقى لي بغيت نجرب هذا المول هذا، ولكن هادو ما درت لهمش لي زاموند افيلي، غادي ندير لهم ان كلاصاج. وباش نحضر الكلاصاج اللي ندهن به لي كيك، عندي جوج بياض البيض، كاس ديال السكر سنيده، غادي بلوتو كاس ديال السكر ديال الثقيل، سكر كلاصي، ماشي سكر سنيده، سكر كلاصي. غادي نخلط البيض البيض مع السكر كلاصي. درت طبسيل صغير، جوج معالق كبار ديال العصير ديال التشين، ومعلقه كبيره ديال القشور ديال التشين، لو زيس ديال التشين. غنخلط هادشي كله. خلطت كلشي مزيان. غادي نقلبوه في هذا الكاس غرق شي شويه باش نخلطو مزيان، لانني اختاريت الطبسيل صغير ديال اللي خلطت فيه. غنقلب كلشي هنايا باش نغلب على الخليط. صافي دابا هذا واجد، غادي ندهن به لو كيك فاش يخرج من الفران. النوع الثاني ديال لو كيك، الكيك ديال الشوكولا، غادي نحتاجو له جوج د البيضات، كاس الزيت، كاس د الماء،
كاس السكر سنيده، 2 كيسان ديال الطحين، كاس ديال بودره الكاكاو المر، وكيس ديال الخميرات الحلوه. ما نساوش شي 3 قاد الملحه، ودائما كنعبروا بنفس الكاس، كاس ديال العنبه. درت البيض في لو بول، غادي نزيد عليه السكر وغادي نخلط مزيان. صافي، دابا غادي نزيد له الماء والزيت ونخلط عاوتاني. صافي، ملي خلطت العناصر كلشي، دابا كنزيد لهم الطحين ولا بودره الكاكاو والخميرات الحلوه اللي خلطتهم. دابا كنزيدهم مغربلين، كنغربل وكنخلط. هو هذا. دابا غادي نديرو في الليمون. اختاريت لهم ليمون صغيورين هادو المدورين، غادي ندير القياس وصافي. هنا ثلاث عنبي. دابا غادي ندخلهم للفران يطيبوا على درجه حراره متوسطه، يطيبوا ونعاودو نتلاقاو. وهادو هما لي كيك خرجتهم من الفران. هادو دهنتهم بالناباج، والكلاش ساج اللي صوبت غندهن به هادو اللي مدورين البيضين. غنوريكم كيفاش كيجيو، وتيجيو هشاش بزاف خفاف. هادو الشوكولا جاو شويه عاليين كتر، حتى هما خفافين بزاف وزوينين. هما كيف شفتي، والمقادير ديال هاد لي كيك بساط بزاف وساهلين، ولكن الذوق ديال لو كيك عاد كيجي احسن. يعني كلشي بسيط في هاد لو كيك والنتيجه كتكون حلوه مزيونه. طلقت شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز. هادو درت لهم شويه ديال الكوك قبل ما ندخلهم الفران. غندهنهم بالكونفيتور ديال الفريز. وهادو اللي بقاو غندير لهم الكونفيتور ديال التشين. دوبت شويه ديال الكونفيتور ديال التشين وغندهنهم بالكونفيتور. هو نذوقوهم باش ما بغينا. انا ذوقتهم غير هكذا. نقدروا نديروا شويه د لا كريم شونتيي، نطربوا لا كريم فريش ونفتحوهم من الوسط، نديروا لهم لا كريم، ولا نذوقهم بالكراميل، ولا اللي بغينا وصافي على حساب الموجود. وتنقدم كيك بهذا الشكل هذا. هادو لي كيك بلي زاموند افيلي تيجيو بهذا الشكل هذا. لي كيك ديال الشكلاط، وهادو اللي درت في المول اللي عنده الدويوره من الوسط تيجيو بهذا الشكل هذا. شوفوهم كيفاش جاو من الوسط، كيجيو فريمون هشاش بزاف. هادو ديال لي زاموند افيلي هشاشين وزوينين، حتى في الذوق مزيونين. نشوفوا ديال الشكلاط. كيجيو هكذا مزيونين حتى هما.
وهادو المدورين خلاص راه نفس العجينه، غير المول اللي مبدل. واخا هكاك نفتحوهم نشوفهم كي جاو. كاين بزاف ديال الطرق ديال الزواق كيف ما قلت لكم، غير انا درت لهم هكا. بغيتو نتوما تتفننوا اكثر في الزواق فبيان سور يمكن لكم نفتحوا حتى هذه. ما نحلها هنايا، استعملت نفس السكين. فوالا تيجيو زويونين. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. الا عجبتكم الحلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، اشتركوا معايا في القناه ديالي. شكرا على المتابعه والى اللقاء.